السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي العام والأزهري، أهلا بكم يا شباب في فيديو جديد من فيديوهات الرياضيات للمرحلة الإعدادية. إن شاء الله النهاردة هنحل مع بعض النموذج الأول جبر تالتة إعدادي من كتاب المدرسة، وده نموذج مهم جدا جدا، فتابع معايا الفيديو للنهاية علشان تطلع من الفيديو بأقصى استفادة ممكنة. ولو انت ما شفتش الامتحانات اللي فاتت، سواء كانت الامتحانات القصيرة او امتحانات المحافظات، فهتلاقيها في صندوق الوصف ان شاء الله، او هتلاقيها هتظهر في علامة الاي اللي هتظهر على سطح الفيديو. نبدأ نحل الامتحان مع بعض. السؤال الاول: اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة. النقطة رقم 1، النقطة -3 و4 تقع في الربع. أنا علشان أعرف الربع اللي بتاع فيه النقطة، في ناس حافظاهم تمام مفيش مشكلة خالص، وفيه ناس فهماها، وفيه ناس حافظاها وفهماها. ازاي يا مستر الكلام ده؟ يعني في ناس بتعمل كده، أول ما أقول له النقطة تقع في الربع كام يعمل كده ويبدأ يقول -3 و4، يبقى النقطة دي في المكان ده، والمكان ده اسمه الربع الإيه؟ اسمه الربع التاني. وفي ناس حافظاها بتقول يا مستر سالب وموجب، يبقى ده على طول الربع الايه؟ التاني. النقطة رقم 2، الجذر التربيعي الموجب لمتوسط مربعات انحرافات القيم عن وسطها الحسابي يسمى، ده طبعا اللي هو الانحراف المعياري. النقطة رقم 3، إذا كان 3 أ بيساوي 4 ب، بصوا يا شباب نكتب كده 3 أ يساوي 4 ب. لما أجي أقول أ على ب، شايفين السهم نعكس، يبقى أنا بدأت من هنا، يبقى أقول أ على ب يساوي، محدش يقول 3 على 4، لا، يبقى 4 على 3. وطبعا انتوا عارفين إن 4 على 3 هي إلى اللي هي نقطتين فوق بعض، يبقى نختار الاختيار رقم ب. النقطة رقم 4 بيقول إذا كان ن س يعني عدد عناصر السين ب2، ونون صاد 2 يعني عدد عناصر الصاد ب2 ب9، يبقى ن صاد بس بتساوي 3، ونون س ب2. هو محتاج دلوقتي ن س في صاد، يبقى ن س في صاد أو ضرب صاد تبقى 2 في 3 يساوي 6. نختار الاختيار رقم أ. النقطة رقم 5، المدى لمجموعة القيم 7 و3 و6 و9 و5 يساوي. طبعا كلمة المدى دي يعني أكبر قيمة ناقص أصغر قيمة، يبقى المدى يساوي أكبر قيمة هنا اللي هي 9، يبقى 9 ناقص أصغر قيمة اللي هي 3، يبقى الناتج هيطلع معانا 6. ونختار الاختيار رقم إيه؟ رقم ج. النقطة رقم 6 بيقول لي إذا كانت ص تتغير مع س، وكانت ص بتساوي 2 لما الس ب8، فإن ص بتساوي 3 عند س تساوي. طبعا أول ما أشوف ص تتغير مع س، يبقى ص 1 على ص 2 تساوي س 1 على س 2. الصاد الأولى ب2، الصاد الثانية في المسألة ب3، السين الأولى ب8، السين التانية دي مش عارفينها، هنبدأ نعمل عملية المقص. الاتنين دي في وشها، الاتنين دي هتتكتب في المقام، وهنا 3 هتتضرب في 8. 3 في 8 ب24 على الاتنين تبقى 12. ونختار الاختيار رقم ب. السؤال التاني رقم أ، بيقول لي إذا كانت س ضرب ص بتساوي 2 و2 و2 و5 و2 و7 فوجد ص. هو عايز دلوقتي ص، نقول له رقم 1 الصاد تساوي. الصاد دي في الأول ولا في الآخر يا شباب؟ في الآخر يا مستر، يبقى ناخد التاني ده وده وده، يبقى الصاد ب2 و5 و7، دي كده المجموعة إيه؟ صاد. تاني حاجة عايز صاد ضرب س. في بعض الطلاب هيجيب السين ويبدأ يضرب عادي، واحنا هنا بنقول لك لا، ما تتعبش نفسك، الصاد ضرب س بدل على طول، يبقى 2 و2، 2 و5 هتبقى 5 و2، 2 و7 هتبقى 7 و2.
وبكده يبقى انتهت المسألة رقم أ، ونشوف المسألة رقم ب. المسألة رقم ب بيقول لي إذا كانت أ وب وج ود كميات متناسبة. نقول له بما أن أ وب وج ود كميات متناسبة، ده معناه إن أ على ب بيساوي ج على د بيساوي م ثابت، وهنستفيد من كده إن الألف تساوي ب م والجيم تساوي د م. اللي احنا كتبناه ده يا شباب هو ده مفتاح الحل بتاعنا اللي هنثبت بيه المسألة. تمام، نبدأ نشوف الطرف الأيمن. احنا عندنا طرفين عايز يثبت إن هما بيساووا بعض. هنقول له الطرف الأيمن يساوي، هنكتبه زي ما هو أ على ب ناقص أ. الألف بكام يا شباب؟ من هنا من الصندوق ده ب م، والب زي ما هي، والألف ب م تساوي البسط زي ما هو اهو، والمقام هناخد الب عامل مشترك، هيفضل لي 1 ناقص م. هلاحظ كده إن الب هتروح مع الب، يبقى الناتج بتاعنا النهائي م على 1 ناقص م، وده كده هنسميه رقم 1. ده الطرف الأيمن. الطرف الأيسر، الطرف الأيسر يساوي، اللي هو بعد علامة يساوي ده نكتبه زي ما هو ج على د ناقص ج. نبص في الصندوق بتاعنا، الجيم يا مستر بدال م، والدال هتنزل زي ما هي، والجيم بدال م تساوي الدال م دي زي ما هي مستنية اللي هيطلع من تحت. الدال هناخدها عامل مشترك، هيفضل لي 1 ناقص م تساوي. هبدأ أختصر، الدال هتروح مع الدال يا مستر كده، يبقى يطلع م على 1 ناقص م، ونسمي الكلام ده رقم 2. هنقول له من 1 و2 ينتج أن، واضح قدامي إن طلع الطرفين بيساووا نفس القيمة، يبقى ينتج أن نكتب له اللي هو الكلام ده، يا إما نكتب الأيمن بيساوي الأيسر، يا إما نكتب المسألة نفسها يبقى أ على ب ناقص أ يساوي ج على د ناقص ج، يا إما نكتب له الطرف الأيمن بيساوي الطرف الأيسر. وما ننساش في الآخر كده يا شباب نعمل لها أي شكل جمالي كده أهو، علشان نفتح نفس المدرس وهو بيصحح المسألة. نروح نشوف السؤال اللي بعد كده. السؤال الثالث رقم أ، بيقول إذا كانت س بتساوي 2 و3 و5 مجموعة، والصاد بتساوي 4 و6 و8 و10، وكانت عين علاقة من س معرفة من س إلى ص، يبقى احنا هناخد من السين نودي المين للصاد، حيث أ عين ب تعني 2 أ تساوي ب. 2 أ يبقى الشرط بتاعي، الشرط 2 أ تساوي ب. نفهم الشرط كويس، يعني 2 في الأول يدينا التاني، 2 في الأول يدينا التاني، لكل أ تنتمي لس وب تنتمي لصاد. باقي المسألة اكتب بيان عين ومثلها بمخطط سهمي، وبين أن عين أن عين د. تمام، أول حاجة نعملها يا شباب إن احنا هنكتب كده من أول السطر بيان العين يساوي بيان عين 2 هناخدها مع مين؟ نضربها في 2، 2 في 2 ب4، يبقى الاتنين ناخدها مع ال4 يا مستر، والتلاتة مع الستة، والخمسة مفيش 4 عشان محدش يقول لي 4 و8، الخمسة مع ال10. بعد ما كتبنا الأزواج بتاعتنا بيقول لي اكتب بيان عين ومثلها بمخطط سهمي وبين أن عين د. علشان نعمل مخطط السهم يا شباب بنيجي راسمين مستطيلين بالشكل ده اهو، المستطيل ده بتاع المجموعة س والمستطيل ده بتاع المجموعة ص، المجموعة التانية يعني، ونبدأ نكتب فوق ده س وفوق ده ص. نكتب السين بكل عناصرها 2 3 5، والصاد بكل عناصرها 4 6 8 10. نبدأ بقى نوصل
الاتنين دي راحت لمين؟ راحت يا مستر للستة. لا، راحت للأربعة، آسف، الاتنين راحت للأربعة، والتلاتة راحت للستة، والخمسة راحت للعشرة. يبقى ده كده اسمه ايه؟ اسمه مخطط سهمي. ده اسمه مخطط ايه؟ سهمي. جبنا بيان عين ومثلناها بمخطط سهمي. دلوقتي بقى بيقول لي بين أن عين دالة. نقول له كده عين دالة. ما نسكتش، نقول له لأن. دايما طلب السبب أو ما طلبوش لازم نكتبه. لأن كل عنصر من س خرج منه سهم واحد فقط إلى عناصر ص. تمام. لو طلب مني هنا، طبعا كده المسألة انتهت، بس أنا بقول الحتة دي زيادة يعني. لو طلب مني المدى هيبقى 4 و6 و10. لو طلب مني المجال هيبقى 2 و3 و5. ولو طلب مني المجال المقابل هيبقى 4 و6 و8 و10. وكده يبقى انتهت المسألة، ونروح نشوف المسألة رقم ب. المسألة رقم ب بيقول أوجد العدد الذي إذا أضيف إلى حدي النسبة 7 إلى 11 فإنها تصبح 2 إلى 3. أول ما نبدأ نحل نقول له نفرض العدد س. يبقى احنا نفرض العدد ده ايه؟ س. العدد ده هنعمل فيه ايه يا شباب؟ هنضيفه للسبعة على 11. ادي السبعة وادي ال11. اما نضيف عدد يبقى هتتحول النسبة ل2 على 3. فين يا مستر العدد ما ضفناش؟ اهو زائد س وزائد س. هنبدأ نعمل حاصل ضرب الطرفين بيساوي حاصل ضرب الوسطين. يبقى نقول له كده بهدوء 3 نفتح قوس 7 زائد س تساوي 2 ونفتح قوس 11 زائد س. كتبناها كده عشان ما في ناس بتنسى ويضرب العدد في العدد الأول وخلاص. لا، هنا 3 في 7 يبقى 21، و3 في س يبقى 3 س، وهنا 2 في 11 ب 22، و2 في س يبقى 2 س. هناخد السينات نجيبها في الجنب اليمين، وناخد الأعداد نجيبها في الجنب الشمال. يبقى 3 س ناقص 2 س تساوي 22 ناقص 21. طبعا كلكم عارفين يا ولاد ان احنا ما بنجمعش الا الحاجات المتشابهة بس. 3 س ناقص 2 س يبقى س، 22 ناقص 21 تبقى 1. يبقى نقول له اذا العدد هو 1. السؤال الرابع رقم أ بيقول لي إذا كانت المجموعة س بواحد وتلاتة وخمسة وكانت عين دالة على س. يعني عين دالة على س دي يعني احنا بناخد من السين اللي هي 1 و3 و5 ونودي برضو للسين اللي هي 1 و3 و5. تمام. وكان بيان عين بيساوي أ و3 ب و1 1 وكام و5. فأوجد مدى الدالة. أول حاجة طبعا المدى يساوي، ناخد المسقط الثاني 3 و1 و5. ده الايه؟ المدى. النقطة الثانية في السؤال بيقول لي القيمة العددية للمقدار أ زائد ب. نقول له بما أن عين دالة إذا كل عنصر من س يجب أن يظهر كمسقط أول مرة واحدة. تمام. أنا عندي الواحد ظهر خلاص، يبقى الواحد ده كده إيه؟ بره اللعبة بتاعتنا. ونقول له إذا أ زائد ب تساوي، يبقى عندي الألف ب3 والب ب5، أو العكس، الألف ب5 والب ب3. وفي كلا الحالتين أنا بجمع، يبقى 3 زائد 5 أو 5 زائد 3 هتطلع بكام؟ هتطلع ب8. وبكده يبقى انتهت المسألة. المسألة رقم ب بيقول لي إذا كانت ص تتغير مع 1 على س، أو تقرأ ص تتغير عكسيا مع س، وكانت ص ب3 عند س بتساوي 2، فأوجد العلاقة بين س وص وقيمة ص لما السين ب1.5. أول ما نشوف كده يا شباب نقول له بما أن ص تتغير مع 1 على س، إذا السين في ص اللي هو حاصل ضربهم يساوي إيه؟ يساوي م. تمام. أنا عندي الصاد
ب3 والسين ب2. أما نعوض هنا يبقى 2 في 3 بتساوي الميم. يبقى كده هنقدر نجيب الميم بتساوي 6. أنا جبت الميم ب6، أرجع بقى أحطها في العلاقة بتاعتي. إذن س ص تساوي 6 هي الإيه؟ هي العلاقة. ده المطلوب الإيه؟ المطلوب الأول. تمام. بيقول لي بقى رقم 2 اوجد ص لما السين ب1.5. نقول له عند س ب1.5 فإن لما نحط السين ب1.5 يبقى 1.5 في ص تساوي 6. يبقى إذن الصاد تساوي 6 على 1.5. نحسبها بالآلة الحاسبة أو من غير آلة حاسبة هتطلع ب4. يبقى الصاد ب4. ودايما يا شباب اتعود إن وأنت بتحل الحاجات اللي مطلوبة منك تحطها كده في مستطيلات أو أي براويز علشان تبقى ملفتة للإيه؟ للنظر. ده المطلوب الإيه؟ التاني. السؤال الخامس النقطة رقم أ بيقول لي مثل بيانيا منحنى الدالة د حيث د س بتساوي س ناقص 3 الكل تربيع متخذا س تنتمي لصفر و6. ومن الرسم استنتج نقطة رأس المنحنى والقيمة الصغرى للدالة ومعادلة محور التماثل. طبعا أول حاجة هنا نعملها يا شباب إن احنا نجيب الجدول بتاعنا، نرسم جدول بالشكل ده ونبدأ نكتب فيه الأرقام من 0 ل6. 0 1 2 3 4 5 6. نبدأ نعوض هنا. 0 ناقص 3 يبقى -3 تربيع يبقى ب9، ونقدر نعملها بالآلة الحاسبة زي ما عملناها قبل كده. 1 ناقص 3 يبقى -2 تربيع ب4. 2 ناقص 3 يبقى -1 تربيع ب1. 3 ناقص 3 لما نربعها تبقى ب0. 4 ناقص 3 ب1 تربيع يبقى ب1. 5 ناقص 3 ب2 تربيع يبقى ب4. 6 ناقص 3 ب3 تربيع يبقى 9. بعد كده هنبدأ نجيب الشبكة التربيعية بتاعتنا ونبدأ نعمل المحورين اللي هما محور السينات ومحور الصادات. ونبدأ نكتب الأرقام كده. الشبكة التربيعية نعملها مظبوطة علشان ما تأثرش معايا في الإيه؟ في الرسم. 1 2 3 4 5 6 -1 -2 1 2 3 4 5 6 7 8 9. أول نقطة 0 وكام؟ 0 و9. 0 و9 هنا كده. تاني نقطة 1 و4. تالت نقطة 2 و1. النقطة التالتة 3 و0. 4 و1. 5 و4. 6 و9. وبعد كده قبل ما أوصل يا شباب، واضح إن الرسم مظبوطة، أبدأ أوصل الجنب التاني. ادي الرسمه بتاعتي. بيقول لي هو من الرسم استنتج نقطه راس المنحنى. دي نقطه راس المنحنى اللي هي من الجدول برضو هنا يبقى 3 و0. دي اسمها راس المنحنى. تمام. السين بكام هنا يا شباب؟ السين يا مستر، السين تساوي 3. والصاد تساوي 0. القيمه السين تساوي 3 دي اسمها معادله محور التماثل. والصاد بتساوي 0 دي اسمها القيمة الصغرى للدالة، لأن النقطة اللي تحت خالص دي اسمها القيمة الصغرى للدالة. النقطة رقم ب في السؤال الخامس والأخيرة في الامتحان معانا إن شاء الله. احسب الوسط الحسابي والانحراف المعياري للقيم 8 و9 و7 و6 و5. أول حاجة هنعملها يا شباب هنبدأ نعمل جدول بالشكل ده. الجدول ده مكون من 3 خانات. الخانة دي هنكتب فيها س اللي هي القيم نفسها 8 9 7 6 5، وهنا مجموعهم
ده اللي هو المجموع مج. أما نجمع دول هيطلع لي 8 و9 يبقى 17، 24، 30، 35. أنا هبقى مجهز هنا كده الوسط الحسابي س بار أو س شرطة مج س على ن، اللي هو مجموع القيم على عددهم. طبعا المجموع طلع معايا ب35 وعددهم 1 2 3 4 5، يبقى يطلع ب7. بعد كده الخانة التانية س ناقص س شرطة 8 ناقص 7 ب1، وهنا س ناقص س شرطة تربيع يبقى ب1. 9 ناقص 7 يبقى 2 تربيع يبقى 4. 7 ناقص 7 بصفر تربيع يبقى بصفر. 6 ناقص 7 سالب 1 تربيع يبقى ب1. 5 ناقص 7 يبقى سالب 2 تربيع يبقى 4. الخانة دي أنا مش عايزها، أنا عايز المجموع ده. 4 و4 8 و2 يبقى 10. وأبقى مجهز كده نفسي وكاتب الانحراف المعياري سيجما تساوي القانون اللي احنا حافظينه مج س ناقص س شرطة الكل تربيع على ن، اللي هي بتساوي طلع معايا 10 وعدد القيم 5 يبقى جذر 2. وبكده يبقى انتهت المسألة وانتهى معاها كمان الامتحان بتاعنا. أتمنى إن الفيديو ينال إعجابكم وما تبخلوش علينا بضغط لايك، وكمان ما تنسوش تعملوا شير عشان الفيديو يوصل لأكبر عدد ممكن من الطلاب والكل يستفيد. وانتظرونا في فيديوهات جديدة ومفيدة على القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.